ليس تمساحا عاديا، إنه تمساح بيلوبونغ كينغ، وهو ذكر يبلغ طوله 5 أمتار ونصفا. المستنقع في فلوريدا هو أرض التماسيح. اليوم نحط الرحال في أحد أغرب وأمتع حدائق الحيوانات الموجودة في العالم، ونقدر نقول عليها محمية من نوع خاص، وهذا لأنها توفر البيئة الحقيقية لهذا الحيوان المفترس. السلام عليكم خويا، نشكركم ساعة رحبتوا بنا. رانا في حديقة التماسيح جربة إكسبلور بارك، وسعر الدخول لهذه الحديقة 30 دينار تونسي، أي ما يعادل 8 أورو. هذه الحديقة تقع في جزيرة جربة الغنية عن التعريف. مساحتها تبلغ حوالي 2 هكتار، ويوجد فيها الآن أكثر من 800 تمساح بالغ وكثير من التماسيح الصغار. وهذا خلاها تكون واحدة من أكبر التجمعات للتماسيح في العالم. 100 سمير تقولوا لوش 100 سمير يطيح لنا تليفون راح كلش. وحبيبنا ذاك وش يدير. الله غير راك انتيك ما راح واش السبات كل لكن تقريبا شبه السبات نجم نقولوا، خاطر الطقس بارد شويه. تقريبا فتره الشتاء ما عادش تحرك برشا بحكم السورس تاع الانرجي تاع بدنه تجي من برا، يعني ما يقدرش وحده يصنع الانرجي. الطقس بارد شويه، ما عادش ينجم ياكل، ما عادش ينجم يعمل حتى شيء، ينقص في الحركه تاعو برك يعني. هذا التمساح يسمى تمساح النيل، واللي يعيش في المياه العذبة. الطول تاعو يبلغ 5 أمتار، أي ما يعادل سيارة رباعية الدفع، والوزن يلحق حتى 1000 كيلوغرام. والموطن الأصلي لهذه التماسيح هو جنوب إفريقيا، ومكانها المفضل هي الأنهار والمستنقعات. من المعلومات اللي صدمتني أنه هذا التمساح لديه أقوى عضة حيوانات في العالم، ولما يكون يصيد يقدر يبقى تحت الماء حتى 30 دقيقة. كثر عمليه تفكيس الصناعيه، يلموا البيض نتاعو، الانثى يعني تبيض انثى تمساح نبيع 20 و 80 بيضه مره في العام، والحضانه 3 اشهر. احنا نقوموا بعمليه جمع البيض، نحطوا تفكيس للصناعي، ومن بعد نحطهم الاصطناعي. علاش؟ خاطر هم حيوانات من اكلت بني جنسهم. وفي الحديقة ما كانش غير تماسيح، توجد أيضا حيوانات أخرى في الحديقة مثل السلاحف الكبيرة والصغيرة، وأيضا توجد كثير من الزواحف مثل الحرباء والثعابين. إذا ما عليا غير نقول لكم انت ولا انت تقدروا تعيشوا هذه التجربة وكأنك في أدغال إفريقيا، ما عليكم غير تزوروا هذه الحديقة. وكي كملنا من إطعام التماسيح جد دالتنا باه نجربوا هذا المطعم، اللي الفكرة تاعو تروح تشري أي حاجة تعجبك من الأسماك وهو يشوي لك. وهنا رحنا للمرشد. واش ما حكيتلناش مليح؟ هذه حمام على راية. أنا في المرشد تاع الحوت، هاي كريبات 10 دينار، الشلبة
حاجة باهية برشا. عيش السردين ما كانش السردين. سردين فما تريليا. وين؟ تريليا. شبه السردين. لا تريليا. لا سردين. الكوتة حمليه. فما هذا. والقوتة حمليها. ايه قلت صاحبها هي. شحال داير هذا؟ هذا 18 كيلو. 18 دينار الكيلو. شو حيصير؟ والبوطة صبح. جوز من واحد. مزوز على كيف. هاي. قالوا ما معليش. بس كيف خروسك يا. هذا الروسية. باهي. هات معاه بعد. معاه بعد. زيد لنا روجي زيد لنا زوز حبات روج. وإذا عجبتكم التجربة وحابين تشوفوا تجارب أخرى مماثلة ما عليكم غير ديروا سبسكرايب للقناة وهكا تضمنوا يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم في فيديو جديد إن شاء الله.